وهو بالمناسبة اكو حادثة يروها المؤرخين، الفت نظرك إلى الحادثة معروفة. هارون الرشيد كان وين يصطاد؟ كان يصطاد على ظهر النجف، المنطقة بين الكوفة والنجف كانت تسميها العرب خد العذراء. هاي المنطقة لأنها منطقة نقية نظيفة، البحر إلى جانبها، البحر كان يتصل، يعني مياه الخليج متصلة بالبحيرة ببحيرة النجف، وبالتالي يتصل بباقي البحار. سفن الصين كانت تجي تقف وين؟ على الميناء اللي موجود في النجف، على المثنات، تحمل بضائع الشرق للغرب. زين، يجي الرشيد هناك يصطاد، غالبا يضرب اخبيته ويصطاد في هذه المنطقة، يطلع يوميا الى الصيد. خرج يوما من الايام فرأى لمة من الظباء، شاف لمة من الظباء على البعد، ارسل عليها الكلاب المعلمة وارسل عليها الصقور. طلع يصيد، كانت الصقور تجي والكلاب تتبع الظباء. لما توصل الظباء تجي الى ربوة، توصل الى هالربوة ترجع عنها الكلاب وترجع عنها الصقور 3 مرات، في المرة الاولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة. استغرب الرشيد الظاهرة، صح يا جماعة؟ قال لهم ما هذه الربوة؟ قالوا له والله لا ندري. قال لهم زين اطلبوا لي رجلا من ها هنا او ها هنا، احد المجاورين هنا. راحوا جابوا له اعرابي ضارب خباءه، جابوه قالوا له تعال ما هذه الربوة؟ سأل الرشيد قال له ما هذه الربوة؟ قال له اصلح الله الخليفة لي الامان. قال بلى لك الامان. قال له هنا قبر علي بن ابي طالب، هذا المكان قبر علي بن ابي طالب. قال له هذا يجون اولاده هنا، انا مراقب الوضع، يجون اولاده هنا يزوروه ويصلون ركعات، طبعا ما يقدرون يقيموا له قبر لانه يراقبوكم انتم ما ترضون بهالمعنى. فعل الرشيد تأثر، هو هاي كانت اساس بالبناية الاولى على قبر الامام علي، بناها الرشيد نفسه. نعم بناها ووضع عليها جرة خضراء، وعرف من ذلك اليوم، حدد يعني للناس اباح لهم الوصول الى القبر. مو هذا المعنى اللي يقول له احد الادباء، يقول له بقبرك لذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. احنا نفترض بيك انك تحمي جوارنا، لان هذه عبارة عبد الله ابن ابي بكر المالكي، يقول بركة الصالحين في الحياة وبعد الممات واحدة. ترى الفت نظرك اجماع المذاهب الاسلامية الاربعة على استحباب زيارة القبور والوقوف حولها وطلب بركتها، وحتى الموالك، نبه لي، حتى الموالك يقولون الوقوف على قبور الاولياء بعد والتوسل بهم الى الله. نبه عبارتهم اللي يحب ان اطيع عشرات المصادر. اذن